ليه الشباب دلوقتي أول حلم عندها إن هي تسافر بره البلد؟ ليه شاب لسه عنده 16 سنة لسه معاش حياته ولسه ما شافش حياته عاملة إزاي، وأول حلم يكون حاطه في باله وعقله إن هو يسافر بره البلد ويهرب؟ ليه كل قعدة الشباب على القهاوي في وسط الصحاب إنك أنت تسأل سؤال كده: أنت ناوي تسافر إمتى؟ بقى ده هو السؤال الوحيد اللي بيتكرر في وسط قعدة الصحاب والقعدة على القهاوي. الموضوع ما بقاش موضوع ترفيهي ولا كلمة هزار بتتقال في وسط الكلام. الموضوع بقى موضوع جيل كامل بيفكر انت ناوي تسافر امتى. الشباب بدأت تفكر في الموضوع ده بالذات بسبب ان هم مخنوقين. شباب نفسهم ان هم يبنوا نفسيهم بس مش عارفين. شباب عايزين يحسنوا من حياتهم ويغيروا من حياتهم، بس البيئة اللي حواليهم بتحبطهم. ناس عايزة تحس بالأمان النفسي بس حتى مش حاساه في البلد اللي هم عايشين فيها. فيعني تلاقي شباب عايزة تتعلم بس البيئة اللي حواليه بتحبطه. شباب عايزة ان هي تطور من نفسها بس الضغوط بقت اكبر من طاقتهم. فبدأ الحل موضوع السفر بدأ ان هو حل ليهم وحل والباب الوحيد للحياة ان هم اللي بيتمنوها والحياة اللي هم عايزين يعيشوها. فبدأوا يفكروا في موضوع السفر. شاب من الشباب دي هو عاوز يعيش مرتاح، عاوز يحس ان المجتمع بيقدره، عاوز يحس ان التعب اللي هو بيتعبه في حلمه وهدفه بيتقدر، عاوز يعيش في وسط مجتمع بيقدر الانسان، عاوز يعيش في وسط مجتمع وفي وسط ناس بيقدروا المشاعر وبيقدروا الانسان عامة وبيقدروا الحياة عامة. عايز يعيش في وسط بيئة وناس متعلمة، عاوز يعيش مرتاح وعايز يبني نفسه. فبيضطر ان هو يفكر في موضوع السفر. فبالتالي هو ملقاش باب لحياته ولا الحاجة منورة في حياته ان السفر هو يعني ايه، هو الحاجة اللي هتبدأ تزرع فيه الامل، الحاجة المنورة في حياته. فبيبدأ يفكر في الموضوع. عاوز اقول لك يا ابن الناس يا سيدي الناس، اي حاجة انت بتحلم بيها وعايز تحققها على ارض الواقع ليها تمن انت بتدفعه، ليها تضحيات انت هتضحي بيها غصب عنك او بارادتك علشان حلمك وهدفك تحققه. فبالتالي السفر اوعى تفتكر ان السفر جنة، لا. انت ممكن تنجح بره، تحقق حلمك بره، وتكسر الدنيا بره، مفيش اي مشكلة، بس في تمن هتدفعه. التمن انك انت تبعد عن اهلك. التمن ده هتبعد عن اهلك لو كنت اعزب. طب لو انت كنت متجوز فانت تبعد عن اهلك ومراتك وعيالك وهيعيشوا من غيرك. فدي تمن اكبر. بالتالي انك انت تبعد عن صحابك، انك انت تبعد عن بلدك والشوارع اللي انت كبرت فيها. عارف ان الكلمة دي هتبان ان هي دراما شوية، بس تخيل كده انك انت تيجي في يوم في الايام تنزل البلد اللي انت كبرت وتربيت فيها، واول ما تيجي تنزل البلد تفتكر ايام زمان لما انت كنت صغير تتخانق مع فلان وبتروح الدرس وكذا وكذا. احساس وحش، بس في نفس الوقت انت ممكن يعني ايه تعدي الاحساس ده لو لقيت مثلا جيبك فيه فلوس. بس يعني عايز اقول لك على حاجة برضو، السفر مش جنة. واي حاجة، مش السفر بس، اي حاجة انت تحلم بيها هتدفع ليها تمن وتدفع ليها تضحيات. فانت بالتالي لازم تكون قادر ومستوعب هل التمن والتضحيات اللي انا هضحيها واللي انا هدفعه علشان حلمي وهدفي هل انا قده ولا لا. وهنا بقى في سؤال عايز اساله بجد، يعني ليه الشاب ليه الحاجه اللي احنا بندور عليها موجوده بره؟ ليه الشاب لما يتعلم شويه ويكون عنده شويه علم وشويه طموح اول حاجه بيفكر فيها ان هو يمشي؟ يعني ليه بقيت احس ان الشاب المتعلم اللي عنده طموح وعنده علم وعاوز يوصل لحتة معينة، ليه بقيت احس ان هو بقى غريب في وسط المجتمع بتاعه؟ يعني الحاجة دي بجد يعني بتوجعني قوي. ليه بقينا بنحس بكده؟ وليه الحاجة اللي احنا بندور عليها مش موجودة عندنا؟ ليه موجودة بره؟ ليه ده بيحصل؟ ولما بدأت اسأل السؤال ده بجد لنفسي، يعني لقيت ان في اسباب كتير، بس من ضمن الاسباب يعني اللي خطرت على عقلي ان احنا مش بنطور من نفسينا. بجد ان احنا مش بنطور من نفسينا. تخيل كده لو كل الشباب اللي عايشه في مصر بدات تحسن من اخلاقها، بدات تطور في ذاتها، تبني وعي وتحسن
من حياتها، بدأت ان هي ما تحبطش غيرها، وبدأت ان هي ما تسخرش من الناجح، بدأت ان هي تدي مساعدة للي بيحاول يوصل، بدأت ان هي تكبر من نفسها وتبني لنفسها الحياة اللي هي بتتمناها، وان هي ما تسخرش من حد وحاجات كتير زي كده. ساعتها ان احنا يعني ساعتها في تغير هيحصل بعد سنين قليلة، في تغير هيحصل في حياتنا وفي بلادنا. يعني البلاد مش بتتبني بالحكومة بس، البلاد بتتبني بالناس برضو. فانت لازما يعني انت لو كل واحد فينا يعني بجد حاول ان هو يغير من نفسه، ساعتها البلد دي هتكون احسن من غيرها بمليون مرة. وهي فعلا دلوقتي احسن من غيرها، بس احنا برضو يعني احنا ناس طماعة، فاحنا عايزين ان هي تكون احسن بلد على الارض. لو كل شاب فينا فكر في الحتة ان انا لسه قايلها دي. نهاية الفيديو، انا مش ضد السفر، بس يعني لو جاتت لك فرصة سافر وتعلم وحقق احلامك واهدافك وابني نفسك، ماشي مفيش اي مشكلة. بس عايز افكرك بحاجة، انك انت لو فضلت انك انت تدور على سفر بره وما تتعلمش وانت في بلدك، وما تطورش من نفسك وانت في بلدك، فانت بالتالي هتعيش عمرك كله وانت تايه، وبالتالي هتعيش عمرك كله وانت عندك ضعف. وانت لو ما حاربتش ضعفك ده فانت هتفضل طول عمرك تايه حتى لو لفيت العالم كله. اللي عايز اقوله لك في نهاية الفيديو، لو جاتت لك فرصة انك انت تسافر، سافر علشان توصل اسرع وتحقق احلامك واهدافك، ماشي مفيش اي مشكلة. بس لو ما جاتتش فرصة ليك، فانت بالتالي ابني نفسك وانت في بلدك، ابني نفسك وانت في بلدك، وحاول بانك انت تنجح عشان في الاخر تعيش وانت راضي عن نفسك، تعيش وانت تقول لنفسك ان انا ما جاتليش فرصة بان انا اسافر، بس من رغم ذلك انا قدرت ان انا احقق حلمي، من رغم ذلك انا بسعى وبعافر ليه، لسه ما شفتش نتائج، لسه حلمي ما اتحققش، بس من رغم ذلك مكمل. وان شاء الله ربنا ما يضيعش تعبي سواء هنا او هناك. وسلام، واشوفك في فيديو جديد. سلام.